نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها وشفيعنا يوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الأفاضل الكرام، في هذه النشرة التي تخص الحالة الجوية بالجزائر إليكم التوقعات بحول الله بآخر التحديثات النماذج العالمية. كما يرتقب بإذن الله بداية من هذه الليلة سوف يتكون منخفض جوي عميق جنوب فرنسا في اتجاه جزيرة سردينيا ثم وسط إيطاليا، وهذا المنخفض الجوي يشبه العواصف الأطلسية القوية بقوة 988 ملي بار مع هبوب رياح إعصارية سوف يلامس شمال الجزائر أمطار غزيرة وثلوج كثيفة، خاصة وسط وشرق البلاد من مساء هذا اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء بحول الله. وكما نبهت الأرصاد الجوية من تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها ما بين 500 متر إلى 800 متر، وبسمك يتراوح ما بين 5 إلى 10 سنتيمترات إلى غاية 6 من مساء هذا اليوم. وكذلك تخص الثلوج من الولايات سكيكدا، ميلا، قسنطينة، قلم، سقهرس، أم البواقي، تبسة، خنشلة وكذلك باطنة، في حين ستشهد كل من ولاية تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر قليزان، شلفة، تسمسيل، عين دفلة، البليد، المدية، ولاية بومرداس، تجوزو، بجاية، إضافة إلى جيجل، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، طيارت وسعيدة. وتساقط الثلوج بسمك ما بين 10 سنتيمترات إلى 20 سنتيمتر إلى غاية منتصف هذا اليوم. كذلك توقعات يوم الأحد ويوم الاثنين والثلاثاء بحول الله أن تبقى الأمطار حاضرة مع تساقط الثلوج في الولايات الشمالية للوطن، واضطراب جوي جديد بداية من يوم الأربعاء بحول الله. وكذلك تسرب هواء سيبيري نحو المناطق الشرقية محمد بأمطار جد غزيرة وتساقط الثلوج. وسنوافيكم بهذه المستجدات خلال نشرتنا القادمة بحول الله. هل ستبقى ثابتة أم تتغير؟ وإلى هنا تنتهي نشرتنا، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.